بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. الأهلي أعلن رسميا تعيين محمد شوقي مدير كرة جديد. الإعلام إبراهيم فايق: محمد شوقي سيصبح مساعد للمدير الرياضي للأهلي محمد رمضان، ومساعدا لشؤون الفريق الأول في منصب مدير الكرة. انتهاء فترة القيد الشتوي، والأهلي يكتفي بضم أشرف بن شرقي وجريشار، ويقيد علي معلول وأشرف داري ويحيى عطية الله ليكتمل الخماسي الأجنبي المسموح بالفريق. مصدر داخل إدارة الكرة بالأهلي: لن نكتفي بالتدعيمات التي قمنا بها في الميركاتو الشتوي، وسندعم أيضا بجناح أو أكثر قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية 2025. مصدر داخل إدارة كرة بالأهلي: الفترة القادمة ستشهد العديد من المفاجآت في قائمة الفريق الأول وقبل خوض منافسات كأس العالم. مصدر داخل إدارة الكرة بالأهلي: اطمئن جماهير الأهلاوية أن المشاركة الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية 2025 ستكون من أجل كتابة إنجاز وتاريخ جديد يليق باسم النادي الأهلي، ممثل الكرة المصرية الدائم بالمحافل الدولية. الكولر يعطي تعليمات لمساعده كروز برينجر إعطاء جرعة تدريبية خاصة ببعض الأفكار التكتيكية لكل من جاك راديشار وقفشة وإمام عاشور وحسين الشحات، وذلك لتنفيذ الخطة الشكل الهجومي الجديد المطلوب منهم بالمباريات القادمة. كولر يبلغ كباتن الفريق من اللاعبين وعلى رأسهم محمد الشناوي إبلاغ اللاعبين بعدم التفكير والحديث عن مباراة الزمالك فيما بينهم، والتركيز فقط في المباراتين القادمتين أمام غزل المحلة والإسماعيلي، والتركيز على الفوز بهم بإذن الله تعالى. كما وضحنا في أخبار أمس، هناك استراتيجية جديدة تنفذ للاستفادة القصوى من اللاعبين المتميزين بقطاع الناشئين بالنادي. لجنة الكرة بالنادي الأهلي تقرر بيع اللاعب مصطفى أبو الخير إلى المصري البورسعيدي بعقد لمدة موسم ونصف، مع أحقية الشراء مرة أخرى بنسبة لا تزيد عن 25 من قيمة الصفقة. مواقع عالمية متخصصة بانتقالات اللاعبين تصرح بأن هناك مفاوضات متقدمة من النادي الأهلي المصري لضم اللاعب ستيفن الشعراوي في صفقة انتقال حر بداية من كأس العالم للأندية. هذه الصفقة إذا تمت بإذن الله تعالى، ستيفن الشعراوي سيقيد كلاعب مصري. كما انفردنا أمس الأهلي يحصل على موافقة محمد الشريف للعودة إلى القلعة الحمراء نهاية الموسم الماضي مجانية، ويترقب كولر قرار النهائي لتوقيع العقود مع اللاعب بشكل رسمي. أنباء عن فشل انتقال أكرم توفيق إلى النادي الشمالي القطري، ووكيله يفتح خط مفاوضات جديد مع النادي الأهلي. إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي: أكرم توفيق يطالب تجديد للأهلي. المفاجأة أن نادر شوقي وكيل اللاعب طلب من مسؤولي النادي فتح باب المفاوضات للتجديد مع النادي مجددا. قد يكون حدث تعثر في مفاوضات أكرم مع الشمال القطري. هناك أمور غير مكتملة بخصوص رحيل اللاعب لقطر، فكانت النتيجة تدخل الوكيل للمحافظة على لاعبه والتفاوض مع الأهلي. موقف الأهلي لم يتغير. آخر عرض لأكرم توفيق كان الأخير. كان هناك خلاف على المدة، ونادر شوقي فتح ملف المفاوضات مجددا، وتم إبلاغه بأنه تم تقديم العرض الأخير للاعب. سيتم فتح مفاوضات مجددا مع اللاعب خلال الساعات القادمة، وسنرى ما ستسفر عنه الأمور. رسميا غلق باب الانتقالات الشتوية في مصر لهذا الموسم. وصفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي: أحمد الرضا، مصطفى العش، أشرف بن شرقي، جراديشار، قيد علي معلول، تريزيجيه من الصيف المقبل، سيف زاهر. خلال 28 ساعة سيعلن تجديد عقود اللاعبين الفريق من بينهم محمد الشناوي، وهناك مفاجآت ستحدث. طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات مستشفى الأهلي وعودة المصابين. معلول جاهز طبيا منذ 5 أسابيع، والمشاركة في المباريات في يد الجهاز الفني. إمام عاشور جاهز لمباراة غزل المحلة. أشرف داري لا توجد له أي إصابة مزمنة، واللاعب بدأ يشارك بشكل تدريجي في التدريبات وأصبح جاهز طبيا، والمشاركة في يد الجهاز الفني. طار في المرحلة الأخيرة من التأهيل ويعود خلال أسبوع للمباريات. وسام أبو علي يخوض المرحلة من التأهل ويحتاج من أسبوع ل10 أيام للعودة، ويستطيع الالحاق بمباراة الزمالك. يحيى عطية الله محتاج شهر
لعودة للملاعب. ياسر إبراهيم يحتاج إلى أسبوع أو أسبوعين للعودة للملاعب. رابطة الأندية تقرر إقامة مباريات بطولات المحلية في شهر رمضان في التمام 9 مساء. مجدي يفرح عبر ستوري انستجرام يحيي ذكرى شهداء الزمالك. راعي جديد يظهر ضمن رعاة الأهلي خلال المترجية الأخيرة، وهي شركة السيارات الصينية جوتر، وقريبا سيتم الإعلان بشكل رسمي عن التقاعد، لتكون جيتر هي السيارة الرسمية لنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. جراديشار بعد انتقاله للأهلي يصبح ثاني لاعب سلوفيني متابع على الانستجرام بعد مواطنه يان أوبلاك حارس مرمى اتلتيكو مدريد. رسميا ايقاف ناصر ماهر لاعب الزمالك لمدة 3 مباريات وتغريمه 50,000 جنيه فقط. اللاعب بهذه العقوبة سيكون خارج تشكيل الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي، وتم الإيقاف وفقا للائحة الضرب بدون كرة كما حدث مع أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا. مباريات الأهلي القادمة خلال الشهر الجاري من فبراير: الدوري الممتاز الجولة 13 مع غزل المحلة يوم 11 فبراير بالقاهرة. الدوري الممتاز الجولة 14 مع الإسماعيلي يوم 16 فبراير بالإسكندرية. الدوري الممتاز الجولة 15 مع الزمالك يوم 22 فبراير بالقاهرة. الدوري الممتاز الجولة 16 مع الحدود يوم 26 فبراير بالإسكندرية. إليكم تفاصيل الاحتفال ورحلة النسخة الأصلية لكأس العالم 2025 في مصر بصحبة نادي القرن. مساء الثلاثاء المقبل ستنتقل النسخة الأصلية من الكأس العالم للأندية إلى القاهرة يوم الأربعاء. تتواجد الكأس في جولة بمعالم القاهرة السياحية. ويوم الخميس ستتواجد النسخة كأس العالم في استاد مختار التتش بمقر الأهلي في الجزيرة، حيث يلتقط معها الفريق الأول ومجلس إدارة النادي مجموعة من الصور. مساء الخميس ستمر الكأس بصحبة جاني أنفنتينو رئيس الفيفا إلى مدينة الأقصر استعدادا لإقامة حفل كبير ومؤتمر صحفي مساء الجمعة في معبد حتشبسوت. أهم تصريح منصة الصواريخ السيفونية بخط هجوم النادي الأهلي: لاعبنا جديد النار جراديشار. نجاك جراديشار منذ انتقالي للأهلي والرسائل لا تتوقف على هاتفي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. انتقلت من 1000 متابع إلى 190,000. إنه أمر جنوني يحدث معي للمرة الأولى في حياتي، وأنا سعيد جدا بذلك. عائلتي وأصدقائي في سلوفانيا سعداء جدا بما يحدث معي منذ انتقالي للنادي الأهلي وفخورون بي. جراديشار بعض اللاعبين يتحدث اللغة الإنجليزية والآخر يمزح معي باللغة العربية، والمدرب يتكلم معي باللغة الإنجليزية. إنه لطيف للغاية وقدم لي نصائح جيدة. الثقافة هنا مختلفة وأسلوب حياة مختلف، كل شيء جديد بالنسبة لي، إذا أعتقد أني سأحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم. نجاك جراديشار لاعب النادي الأهلي: لم أتوقع ما حدث معي، إنها بداية جيدة في مباراة بيراميدز. عندما رأيت الجماهير كنت منبهر، لذا قمت بتصوير مقطع فيديو لهتافات الجميع بهاتفي، وكان الأمر مذهلا حقا. وأنا سعيد جدا بما الحصول على فرصة المشاركة ومساعدة الفريق. نجاك جراديشار لاعب النادي الأهلي. الأهلي هو أكبر نادي في أفريقيا ولديه جماهير رائعة وتاريخ كبير، لذلك فضلت الانضمام له. أعلم أنه فرصة جيدة، كان لدي الكثير من الخيارات في أوروبا، لكن جاءني عرض الأهلي وقد رأيت وضع الفريق وكل شيء، فقررت الحضور إلى القاهرة واللعب مع نادي القرن. أسامة علي مصاب حاليا، لكنني أعلم أنه مهاجم جيد، وكان لدينا في الفريق إمام عاشور. إنه جيد جدا، نحتاج فقط إلى المزيد من الانسجام وسنسجل الكثير من الأهداف. إمام يجيد التحرك وله رؤية خاصة. انسجمنا معا منذ التمرين الأول وآمن أن نواصل له بنفس الطريقة. جراديشار: أشكر جمهور الأهلي العظيم على حبه ودعمه لي منذ اللحظات الأولى بالقاهرة، وأدعوهم ببذل الطاقة عندي لإسعادهم وحظ البطولات مع النادي الأهلي بطل أفريقيا. لو التكرير عجبك ما تنساش تصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإعمال صفحة واشتراك في القناة ليصلك كل جديد.